اللي هحكيه دلوقتي مش قصة للتسلية، دي حاجة حصلت لي فعلا، وحلفت زمان إني عمري ما أتكلم عنها. بس في لحظة معينة هتفهموا ليه الساعة 3 الفجر بالذات مستحيل تكون وقت عادي. كنت ساكنة لوحدي في شقة إيجار قديم، عمارة قديمة في منطقة شعبية مش مسكونة قوي، بس دايما فيها إحساس تقيل. الشقة كانت في الدور التاني، وتحت السلم في الدور الأرضي كان في شقة مقفولة. الشقة دي بالذات العمارة كلها كانت بتتجنبها. سألت البواب مرة: الشقة دي بتاعت مين؟ بصلي كده وسكت ثانيتين، وبعدين قال: دي فاضية بقالها سنين. سألته: ليه؟ قال وهو بيغير الموضوع: مفيش حاجة، بس محدش بيكمل فيها. ضحكت ساعتها وقلت أكيد حكايات. بعد أسبوع بدأت أسمع صوت الساعة 3 الفجر بالظبط، دق دق دق، مش خبط عشوائي، خبط منتظم كأنه حد بيعد. كنت بسمعه من تحت من ناحية السلم. أول مرة تجاهلت، تاني مرة قفلت وداني، تالت مرة قمت فتحت باب الشقة بحذر وبصيت لتحت. السلم كان فاضي، نور ضعيف ولا نفس. رجعت أنام، لكن قبل ما أدخل السرير سمعت الصوت تاني، خبط، بس المرة دي من جوه الشقة. اتجمدت. الصوت كان جاي من ناحية باب الأوضة اللي على الحائط المشترك مع الشقة المقفولة. حطيت ودني على الحيطة وسمعت همس، مش كلام واضح، بس صوت بنت بتبكي. قالت جملة واحدة واضحة قوي: افتحي، أنا واقفة تحت. رجعت ورا ورجلي كانت بتخبط في الأرض من الرعب. قعدت على السرير وحاولت أقنع نفسي إن ده خيال. تاني يوم سألت الجيران، ولا واحد قال إنه بيسمع حاجة، إلا ست كبيرة في الدور الرابع قالت لي بهمس: اوعي تفتحي، اللي بيخبط مش دايما عايز يدخل، ساعات عايزك تطلعي. ضحكت غصب عني، بس قلبي كان بيقع. بعدها بكام يوم لقيت باب الشقة اللي تحت السلم مفتوح، مع إني متأكدة إنه كان مقفول دايما. البواب قال: مش أنا. الجيران قالوا: محدش قرب، بس الباب كان مفتوح وسواد تقيل طالع من جواه. وفي نص الليل رجع الصوت، دق دق دق، وأنا سمع حد بيطلع السلم، خطوة خطوة. وقف قدام بابي. سمعت نفس البنت: انتي سمعاني صح؟ قربت من العين السحرية وأنا برتعش. شفت ولا حاجة، لكن الباب اتخبط مرة واتنين وتلاتة. وقالت: أنا كنت ساكنة مكانك، جسمي كله تنميل. قالت: نزلت الشقة اللي تحت وما طلعتش. وفي اللحظة دي النور قطع، وسمعت صوت كأن حد بيجر نفسه على الأرض. بعدها فقدت الوعي. فقت في المستشفى. قالوا إن الجيران لقوني مغمى عليا قدام باب الشقة اللي تحت السلم. الشقة كانت مفتوحة، ولقوا جواها آثار معيشة حديثة، وأثر رجلين طلع على السلم، رجل واحدة والتانية مش بشرية. العمارة اتقفلت بعدها وأنا نقلت، بس لحد دلوقتي كل يوم الساعة 3 الفجر باب أوضة نومي بيتحرك سنة صغيرة، وسمعت نفس الصوت من ورا الحيطة: الدور عليكي.